كان في شاب اسمه كريم. كريم ده كان شاب عادي جدا، بيصحى الصبح يروح شغله، يخلص شغله يرجع على بيته، ياكل، ينام. حياته كانت هادية جدا، بس من جواه كان فاضي تماما. في يوم من الأيام وهو قاعد لوحده في أوضته جاته فكرة. بدأ يقول لنفسه لو اختفيت من الدنيا دي مين هياخد باله؟ وضحك على نفسه وقال ايه الهبل ده. بس اللي حصل ان الفكرة دي بدأت تكبر وتكبر لحد ما بقت وحش في حياته، وحش ملازمه بينام معاه ويصحى معاه. وممكن حد من اللي بيسمعني دلوقتي يكون هو كمان جرب الإحساس ده. علشان كده تعالوا نحكي الحكاية الصح خطوة خطوة، ونفهم ايه اللي بيحصل جوه عقل كريم اللي بيعيش مع أفكار انتحارية. أعزائي المشاهدين المصريين وأخواتنا العرب في كل مكان، أهلا بيكم. معكم باسم من قناة هيوكا، والنهاردة هنتكلم عن موضوع حساس جدا، وهو الأفكار الانتحارية وأسبابها وإزاي نتخلص منها. الحقيقة أن الأفكار الانتحارية دي مش بالبساطة اللي الناس كتير فاكراها. هي مش مجرد حزن ولا دمعة نزلت منك وخلاص وانت بتسمع أغنية حزينة. الأفكار الانتحارية دي بتبدأ بإحساس مؤلم جدا، إحساس بيخليك تتأكد إن أنت عبء على الدنيا دي، وإنك مش فارق مع أي حد، وإن الدنيا هتكمل عادي جدا من غيرك. في ناس كتير بتفكر فيها لحظة كده وتعدي، وفي ناس بتعيش فيها شهور وسنين. وأحب أقولك إن الفكرة دي مش مرض نفسي في حد ذاتها، لكن ممكن تكون عرض مصاحب لمرض نفسي، زي الاكتئاب الحاد أو الصدمة النفسية، أو حتى مشاكل في كيمياء المخ. يعني هو الموضوع مش مود وحش وخلاص، الموضوع أعمق وأخطر من كده بكتير. كريم فتح عينيه على الدنيا لقى نفسه يتيم الأب، ما كانش له حد إلا والدته. بس كريم مر بشوية تجارب نفسية صعبة وخسر شغله، حس إنه ضاع. وفي نفس الأسبوع خسر والدته وبص لقى نفسه لوحده. كريم حس إنه هو بيفشل في كل حاجة، وإن الحياة بتضربه ضربة ورا التانية لحد ما تقضى عليه. علشان كده فكر في الانتحار. والحقيقة إن الأفكار الانتحارية ملهاش سبب واحد. يعني الأسباب اللي تخليك تفكر في الانتحار كتيرة، زي مثلا الاكتئاب الشديد، لما الشخص يحس إنه هو تايه، مفيش أمل، كل حاجة سودة قدامه، زي كريم بالظبط. كمان شعور بالوحدة والعزلة، لما تحس إن أنت مش محبوب أو مش مهم عند حد، أو حتى بتعاني من تنمر مستمر من اللي حواليك. كمان من أسباب الأفكار الانتحارية أزمات والصدمات النفسية، زي فشل في العلاقة، فقدان حد عزيز زي اللي حصل لكريم بالظبط، أو صدمة قوية بتحصل فجأة، انفصال مؤلم. كل دي أسباب بتجيب الأفكار الانتحارية. كمان المشاكل المالية أو ضغط الشغل، الحاجات دي بتديك إحساس بالعجز، وإنك دايما بتجري ورا سراب، وإن مفيش نتيجة بتحصل. كمان إحساس الذنب والخزي من الأسباب القوية للأفكار الانتحارية، خصوصا لو حصلت غلطة كبيرة جدا أو ماضي مؤلم بيطاردك دايما. كمان الاضطرابات العقلية والإدمان، زي الفصام ثنائي القطب، أو الإدمان اللي بيخلي الشخص بيفكر تفكير مش واضح، أو حتى المشاكل الجسدية اللي بتأثر على نفسيتك، زي أمراض وحشة جدا ملهاش علاج والشخص عايش يعاني منها. كل دي أسباب بتخلي الأفكار الانتحارية تيجي، ومش شرط على فكرة تبقى فاهم السبب. أوقات بتحس بحمل من غير ما تقدر تسميه أو تعرفه، وده في حد ذاته شيء مرعب جدا. كريم كان فاكر إن اللي بيحصل جواه ده شيء طبيعي وإن هو هيعدي، بس الحقيقة إنها ما كانتش مجرد لحظة وهتعدي. كريم كان محتاج جدا مساعدة حقيقية. كريم لاحظ إن في علامات بتقوله اطلب المساعدة فورا. العلامات دي زي مثلا إنك تبدأ تحط خطة تنهي بها حياتك. يعني الموضوع مش هيقف عند مجرد فكرة وتعدي، ده أنت بدأت تفكر في تنفيذها. أو مثلا بدأت تودع الناس اللي حواليك بشكل غير مباشر. أو إن عندك عزلة تامة، نومك متلخبط وبتفكر في الموت أكتر من أي حاجة تاني. أو حتى إنك بدأت تحس إن الحياة ما تستاهلش أي مجهود،
ساعتها بس لازم تلجأ لطبيب أو أخصائي نفسي، وده مش عيب ولا ضعف، دي شجاعة. شجاعة إنك تواجه أفكار شريرة زي كده. في ليلة من الليالي كريم قاعد بيبص للسقف، والأفكار الشريرة دي بتدور في دماغه، فقال لنفسه أنا مش قادر، بس هجرب آخر محاولة. مسك موبايله وفتحه، بعت رسالة لياسر صاحبه، جملة واحدة بس: أنا تعبان جدا. صاحبه فتح الرسالة وما ردش عليه. كريم منتظر والوقت بيعدي وياسر مش بيرد برضه. كريم قام وقرر إن هو ينهي حياته فورا، وفجأة تليفون رن، الشاشة تنور، المتصل ياسر. كريم مسك التليفون ورد عليه، وسمع ياسر وهو بيقول له انزل يا صاحبي، أنا منتظرك قدام الباب. لما بعتلي الرسالة حسيت إني لازم أكون جنبك حالا، فأنا منتظرك هنا. والحقيقة إن دي خطوة مهمة جدا، خطوة أنقذت كريم من الموت. ولو أنت دلوقتي في اللحظة دي ودماغك متلخبطة ومشاعرك تقيلة، لازم تعمل حاجة من دول. اتكلم مع حد تثق فيه فورا، أي حد قريب منك، صديق، أخ، حبيب، الكلمة ممكن تنقذك. كمان اطلب مساعدة، دكتور نفسي أو معالج سلوكي هيحللك المشكلة، ودول مش رفاهية، دي ضرورة. كمان خليك وسط ناس بتحبك، غير المكان اللي انت فيه فورا، بلاش تفضل لوحدك. الوحدة بتقتل الروح وبتاكل فيها، لكن الحب والدعم بيحييها. كمان حاول تكتب مشاعرك على الورق، حتى لو مش هتوري الورقة دي لحد. كتابة المشاعر على الورق بتخفف الضغط اللي جواك، لأنها بتطلع مشاعرك مع الكتابة. اكتبها واحرقها، المهم انك تكتب. كمان حاول تمارس حاجة بتحبها حتى لو بسيطة، أي هواية، رياضة، موسيقى، الحاجات دي بتفرغ الطاقة السلبية جواك. كمان لازم تفكر في قيمتك، قيمة نفسك، لازم تعلي ثقتك في نفسك. انت مش قليل، ومفيش حد في الدنيا زيك، لأن ببساطة مفيش حد شبه حد، ووجودك له معنى. ربنا ما خلقش حاجة من غير فايدة، فما بالك بالإنسان. كمان لازم ما تاخدش قرار وانت موجوع، قرار اللي بتاخده وانت محطم غالبا بيكون غلط. قول لنفسك أنا دلوقتي في لحظة حرجة، بس مش نهاية الرحلة. في ناس كتير كانت على حافة الخطر ورجعت وبدأت من أول وجديد. ولازم تاخد بالك من النقطة المهمة دي، انت مش لوحدك. حتى لو دماغك بتقولك ان انت لوحدك، ده مش حقيقي. في ناس كتير حواليك بتحبك، وفي ربنا اللي عمره ما هينسى حد، ربنا اللي هيعوضك عن كل ظلم وألم في حياتك. وخليك فاكر ان كل لحظة ألم ممكن تكون بداية شفاء لو طلبت المساعدة. كريم ما وقفش بعد الليلة دي وسكت، لكن بدأ يروح جلسات علاج نفسي، كتب يومياته، بدأ يشوف ناس إيجابية حواليه واشتغل على نفسه، مارس هوايات ومارس رياضة، حدد أهداف لحياته وبدأ يحلم بتحقيقها. وأحب أقولك علشان الأفكار الانتحارية دي ما ترجعش تاني، لازم تمشي في رحلة علاج نفسي منتظم. لازم يكون حواليك ناس بيسمعوك مش بيحكموا عليك وخلاص. لازم تكتب حتى لو كلمتين في اليوم عن نفسك. لازم تحط لنفسك هدف بسيط، هدف واحد، واسعى لتحقيقه. لازم تتعلم تحب نفسك حتى في لحظات ضعفك. اللي بيستسلم لأفكار الانتحارية دي مش بيختار راحة، اللي بيستسلم بيخسر دنيته وآخرته. اللي بيستسلم بيختار يوقف فرصته الوحيدة في إنه يتغير. اللي صعب إن في لحظة واحدة ممكن تقلب حياتك كلها وتغيرها للأفضل، بس لازم تفضل عايش علشان توصل للحظة دي. كريم النهاردة بيحكي حكايته، قاعد بكل ثقة، وجه بشوش، مبتسم، جميل، واثق في نفسه، وبيقول أنا كنت على بعد دقيقة واحدة من النهاية، بس الدقيقة دي كانت بداية جديدة. كريم حلم بمشروع بدأ فيه هو وياسر صاحبه، بدأوا بمبلغ بسيط جدا، وتمر السنين ومشروعهم بيكبر، ورأس مالهم عدى الملايين، والمشروع الصغير بقى مصنع كبير. لو انت او اي حد بتحبه بيمر بلحظات سودة، ما تتأخرش عليه، ساعده، اسمعه، اطلب له المساعدة فورا. والأهم، ما تصدقش الفكرة اللي بتقول انك وحيد.
لأنك مش لوحدك. الفيديو ده معمول علشانك وعلشان كل واحد وكل واحدة بيحاولوا يمشي يومهم وهم مخنوقين. كل شخص فكر يمشي ولسه واقف. انت مش لوحدك، حواليك ناس بتحبك بجد، والأهم ربنا موجود وشايفك، حاسس بيك وهيعوضك. اكتب لي في الكومنت لو عديت بلحظة صعبة زي دي، ومين عارف يمكن تكون حكايتك انت هي اللي تنقذ حد تاني.